يلا نعمل النواعم بتاعة العيد وهنبتدي نعمل البيتي فور اللي الناس كلها بتستصعبه، ولو اشتريتيه من بره هيعدي ال1000 جنيه. هنعمله بطريقة حلوة قوي وهقولك على البدايل، وهيطلع معاكي دايب دوب وحلو جدا وطريقتي اللي عمري ما استغنى عنها ابدا. يلا قبل كل شيء انت اعملوا لايك وكومنت كده كده حلو زيكم، وتصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. واللي تحط لايك يا رب ربنا يكتب لها ان شاء الله الصلاة في الروضة الشريفة ان شاء الله، ويكون ليها بر اولادها ان شاء الله. اول حاجه هنا هوت انا بجيب اي مضرب، عندك مضرب كهربائي، عندك الهاند بلندر، عندك العجان، مفيش اي مشكله. لازم الزبده تكون بحراره المطبخ، يعني تكوني مطلعاها من التلاجة قبلها بليله. وهنبتدي ده 375، خليكي ماشيه بالجرامات. البيديفور ما فيهوش لعب في الحاجات او الميزان. 375 يعني 400 الا 25. تمام. هتكون بدرجه حراره المطبخ. هبتدي ان انا بس اضربها كده اديها لفه لان هي كانت يعني حته واحده وتفك معايا. بعد كده هوت، بعد ما اضربها وتاخد لفه كده هوت، هبتدي ان انا عشان تبقى كريمي هبتدي ان انا اجهز كوبايه الا ربع. الكوبايات المعياريه مفيش غنى عنها، انما هتستخدمي اي نوع كوبايه عندك، احنا ما نعرفش هي جراماتها قد ايه. يعني احنا عايزين كوبايه الا ربع سكر بودره ناعم. هبتدي ان انا اضربها، هتلاحظي ان هي لونها زي ما انتم شايفين كده لسه مفتحش، انا عايزاها تبقى افتحت خالص زي الكريم شانتيه. يعني أقل حاجة في الضرب 6 دقايق أو 7 دقايق. بعد كده هجيب بيضاية واحدة وصفار بيضة، بيضاية واحدة كاملة وصفار بيضة، واحط كيس من الفانيليا، ودوت مكون سحري حلو جدا جدا اللي هو اسانس الحليب. حلو بينقل البيديفور او اي معجنات في حتة تانية او اي نواعم في حتة تانية خالص، كأنك عاملاها بالزبدة النيوزيلندي. هبتدي بصوا هنا بقت لونها كريمي. انا هبتدي انزل ببضاية، واول لما تختفي معايا، ولازم البيض يبقى بدرجة حرارة المطبخ. لو جبتيه ساقع من التلاجة وضربتيه مع الزبدة هتلاقيه ان هو خرز معاكي ويسيل معاكي. احنا عايزين نوصل لنتيجة ان شاء الله زي المحلات واحسن كمان. هابتدي ان انا احط البيضة التانية وابتدي ان انا اضرب. هكون في الوقت ده مجهزة نص كيلو من الدقيق. النص كيلو هشيل منه معلقتين كبار من الدقيق، واحط رشة بسيطة سمنة اللي هي الملح، وكمان عشان تعادل الطعم. هبتدي بعد كده انزل الدقيق كله زي ما انتم شايفين اللي شلنا منه معلقتين. تمام. وبعد كده هبتدي ان انا اديله لفه كده لحد لما يبقى عامل قوامه زي الكريم شانتيه بس مش سايل. هبتدي اقسم النص العجين، لو انا عايزه اعمله كله فانيليا مفيش مشكله. لو انا عايزه اعمل نصه بالشوكولاته او الكاكاو هقسم النص واحط على النص اللي انا قسمته دوت معلقتين كبار من الكاكاو الاسباني، مش بسكر، الكاكاو الاسباني. لازم تنخليه عشان ما يبقاش فيه تكتلات وتضايقك وانت بتعملي البيدي فور. تمام كده اهو. هديله يا دوبك لفه كده او بايديا ان انا اضربه، بس ممكن اديله لفه بالمضرب عادي جدا. هبتدي بقى ان انا في الوقت وانا بضربه دوت هجيب البلبله بتاعتي اللي هي بتاعت بلح الشام او بتاعت البيدي فور، وكيس من اكياس الحلواني عادي جدا، او الكيس المشمع دوت، او كيس الاستعمال الواحد بيتباع بجنيه او 2 جنيه. وهبتدي احطه كده، هو اكون جايبه معايا هنا هو الصاج مش مدهون اي حاجه، زي ما انتم شايفين اللهم بارك نازل من القمع سلس وجميل ومش بيتعب ايديا خالص ولا محجر ولا اي شيء. قوامه حلو ونازل حلو جدا، هي تكه واحده تكيها يعني، مش بتزودي، وبيطلع معاكي حلو. عملنا اللي هي الوردة اللي هو الشكل الطبيعي جدا للبيديفور او التقليدي، وكمان عملنا اللي هي الكمثرية او الصوابع اللي هي بتبقى مدية طولي كده. لو اي شكل انت عملتيه وحسيتي ان هو مش عاجبك شيليها على طول وحطي مكانها. هنحطه في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسط، ونبعد عن الحروف خالص بتاعة البوتاجاز وما نعليش النار. هو 12 دقيقة، من 10 ل 12 دقيقة، كل شوية تفتحي الفرن وتقلبي الصاج أو تعملي الصاج الناحية التانية. لازم لما تيجي تعملي بالكاكاو وتكوني حاطة في الصاج فانيليا عشان تعرفي ان هو استوى، لان اللي بالكاكاو مش هتعرفي الا لما تكوني ظابطة التايمر على مثلا 10 دقايق. فاحنا عشان نضمن ان يعني نعرف السوا بتاعه بنحط معاه
صف أو صفين من الفانيليا. طبعًا هنا هوّة بُصّوا طالع السِوَى بتاعه ولا فرَش مننا ولا نفش ولا أي حاجة، قوامه مضبوط والبيتي فور ما بيتحطّش عليه baking powder خالص. تمام، هتيجي تقولي لي يا أم مَلَك هنا هوّة بُصّي ده لونه حلو وجميل، الحروف بس اللي هي ناحية النار هي اللي لسوعت مني. فأنتِ خلّي بالِك وما تخلّيش الصاج يبقى ناحية النار أو النار العالية. ليها حل يا ماما؟ لك آه طبعًا إحنا ما بنرميش حاجة يا حبايب قلبي، هنا كنت مجهّزة معايا شوكولاتة بيضا وشوكولاتة الغامقة، وكمان الشوكولاتة البيضا حطيت عليها معلقة أو معلقتين من زبدة الفستق. طب يا ماما لك هنعمل إيه في اللي لسوع معانا ده؟ هتجيبي المبشرة الناعمة وتبتدي إن أنتِ تبشريها كدهوّة وعادي جدًا هتبقى زي الفل ومش هنرمي حاجة ولا نهدّر معانا أي حاجة، بس أنا باقول لِك على البدايل بس أنتِ عينِك على البوتاجاز بتاعِك وكل واحد عارف البوتاجاز بتاعه. بنعمل الشكل التقليدي جدًا اللي هو بنغطّسه في الشوكولاتة وبعدين نعمل فيه خطوط، أو إن إحنا نغطّسه كلّها كاملة في الشوكولاتة ونحط عليها أي جزء من المكسرات، والله العظيم لو رُحت لبتاع المستلزمات الحلواني قُلت له ادّيني ب50 جنيه هيدّيكِ ب50 جنيه مكسرات، أو ممكن تقولي له ب100 جنيه مكسرات مشكّلة، ما فيش أي مشكلة، وممكن ما تعمليش خالص يعني عشان إحنا مش عندنا غِنى فاحش يعني، بس هو لازم أعمل كل حاجة وألبّي طلبات كل المشاهدين بتوعنا. فأنا باعمله كده والتزيين ده بتاعِك وأنتم طبعًا بتتفننوا وبتبقوا أحسن مننا، وهاخلّص بقى الكمية بتاعتي ديّة واسيبه على ورق زبدة عشان خاطر ما يلزقش معايا، هو يا دوبك 5 دقايق 10 دقايق هتلاقيه مسك معانا. الشوكولاتة وأنا بادوّبها على حمام مائي أو في الميكروويف لازم أحط فيها معلقة من الزيت أو معلقتين من الزيت وأدوّبها كده، ما بتبقاش خفيفة أوي ولا تقيلة أوي. إيه رأيكم بقى في البيتي فور دوّة؟ لو أنتِ رُحتِ اشتريتيه من أي محل حلواني أو أي محل بيبيع نواعم ولا 1000 جنيه عشان تشتريه. عملت الكمية دي من نُص كيلو من الدقيق، عمل لي الكمية ديّة وحاجة كده اللهم بارك. بُصّوا عايزة أقول لكم إن هو دايب دوب، مجرد ما تحطيه في بُقِّك هيدوب خالص. يالّا بقى لو وصلتِ لحد هنا وبتتفرجي على الفيديو أتمنى منِّك تعملي لايك وكومنت كده حلو ازيكم ومتابعة على صفحتي مطبخ بلد، وتقولوا لي بتابعوني من أنهي بلد، ولو أنتِ أول مرة تشاركي معايا أو تتابعي معايا في الصفحة آمم، لو عجبِك أي فيديو شير ولايك لكل أصحابِك، كل سنة وأنتم طيبين.